السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نشارككم وصفة لخبيزات خفاف وهشاش، وخاصة إنهم اقتصاديين وسهلين خلاص، يوالموا الشربات ولي سوب. تقدروا تخليوهم هكذا على حالهم ولا تحشيوهم. بالنسبة للمقادير نحتاج إلى 250 غرام سميد رقيق خلاص، هذا ناعم خلاص البنات، 250 غرام فرينة، مغرف كبيرة خميرة الخبز، مغرف كبيرة لحظة أو حليب غبرة، مغرف كبيرة زبدة تكون طرية، كاس ما دافي ممكن نحتاجه أكثر، مغرف صغيرة سكر، ومغرف صغيرة ملح. بالنسبة للسميد والفرينة أنا استعملت هذا الكاس هذا للكيل، وجاني كل واحد منهم كاس ونص، يعني كاس ونص فرينة وكاس ونص سميد. نفرغ كامل المقادير السابقة مع بعضها، ونخلطها جيدا حتى تندمج. بعدها نحط الزبدة، كما قلت لكم لازم تكون طرية باش تسهل علينا الخدمة. نحاول ندخلها هكذا شوي مع الخليط هذا، نخدم هكذا بيدي، ولا ممكن تستعملوا البيتخان يكون أحسن. ونبدأ نضيف الماء غير بشوي، ولا هنا كمية الماء على حساب نوعية السميد والفرينة المستعملة. نبقى نضيف الماء بالتدريج حتى تتلم العجينة ونتحصل على القوام المناسب. شوفوا أنا لهنا ما كفانيش هذا الكاس، راح نزيد كمية واحدة أخرى، ونبقى نضيف غير بشوي لأني ما نحبش العجينة تكون طرية بزاف. شوفوا العجينة اللي نتحصلوا عليها في الأخير تكون طرية بصح ما تتلاصقش في اليد. بعدها نحطها على لو بلان دو ترافاي ونعجنها مليح. وإذا لقينا إنه العجينة تاعنا مازالت يابسة شوي كي نكونوا نعجنوا فيها، ممكن نزيدوا شوي ماء هكذا غير بشوي بين يدينا، ونبقاو نعجنوا، يعني كل مرة نزيدوا غير بشوي ونعجنوا هكذا باش نتحصلوا في الأخير على عجينة طرية وتكون ملساء. كيما تعرفوا السميد راهو يتشرب غير بشوي الماء، مش كيما الفرينة. شوفوا العجينة اللي نتحصلوا عليها في الأخير لونها يكون فاتح وتكون ملساء خلاص. بعدها ناخذ صحن ندهنه مليح بالزيت ونحط فيه العجينة تاعي، نغطي عليها ونخليها ترتاح لمدة ساعة ولا حتى يتضاعف حجمها. من جهة أخرى راح نحضر الحشوة، هي عبارة على شكشوكة، نحتاج إلى فلفل حلو يكون مقصوص هكذا قطع صغيرة خلاص، حبة بصل تكون كبيرة، وزوج فصوص ثوم نقصوهم حتى هما رقيق، حبة طماطم تكون كبيرة ولا زوج. نحتاجو الكمية من الزيت والملح. نحط في مقلة البصلة والثوم والفلفل الحلو، نضيف لهم كمية من الزيت ونخليهم يتقلاو على نار تكون قوية. نضيف الكمية اللازمة من الملح، نخلط كلش مع بعض. بعدها نغطي عليها
ونخليها تتقلى مليح هكذا حتى تذبال هذيك البصلة والفلفل كما تلاحظوا. بعدها نضيف الطماطم نخلطه مليح معاهم ونخليه يزيد يتقلى حتى هو حتى يذبل مليح. شوفوا لهنا بعد ما طابت الشكشوكة تاعنا وكما تلاحظوا ما بقاش فيها حتى قطرة تاع السوائل، لازم نخليوها تنشف مليح هكذا باش ما تأثرش الخبز. بعدها نطفي عليها ونخليها تبرد مليح. هنا بعد ما تخمرت العجينة تاعنا شوفوا الحجم تاعها كيفاه تضاعف وتكون خفيفة خلاص. انا هنا راح نقسمها ل8 قطع متساوية بهذا الشكل. يعني هذه الكمية راح تعطينا 8 خبزات. نفصلهم هكذا على بعضاهم ومن بعد نبدأ نشكلهم كوريات يكونوا متساويين. نحاول نعدلهم هكذا باش نعطيهم كامل نفس الشكل متجانس. انا راح نكمل نشكل الحبات الاخرين ونرجع لكم. لهنا بعد ما كملت شكلتهم كامل نحطهم في صينية ونغطي عليهم ضروري هكذا باش ما تشكلش هذيك القشرة من الفوق، ونبدأ نشكل الحبات تاعي. راح نبسط كل حبة بهذا الشكل، راح نعطيها شكل بيضاوي ولا مستطيل. بعدها نلف على الجنب بهذه الطريقة، نحاول نضغط شوية باش ما نخليش فراغات بزاف. وهذه الجهة هذه اللي على الطرف نحاول نبانسيها بهذه الطريقة بصباعي باش تتقفل وما تتحلناش من بعد كي تطيب. وهكذا تكون الخبزة تاعي تشكلت بكل سهولة. نحاول نعدلها غير شوي. لهنا راح نزيد نشكل معكم واحدة اخرى بنفس الطريقة السابقة. نبسطها هكذا، وهذه راح نحشيها البنات. راح نضيف لها مقدار مغرف كبيرة من الحشوة هذيك تاع الشكشوكة اللي درناها قبل. وكما شفتوا لهنا الشكشوكة ما فيهاش خلاص اللحم، بصح ذوقها تجي بنينة بزاف. لهنا ضروري الحشوة تكون باردة. راح نلم هذوك الاطراف هذوك تاع العجينة بهذا الشكل ونبانسيهم بصباعي. نحاول نغلق عليهم مليح باش ما يتفتحوش. بعدها نقلبها على الوجه الاخر وهكذا تكون الخبزة تاعنا واجدة. ناخذ هذيك الخبزة هذيك المحشية اللي حشيتها بالشكشوكة نغطسها هكذا في الماء، ولا ممكن تستعملوا البانسو. بعدها نعاود نغطسها في الجلجلان بهذه الطريقة حتى نغلف الوجه تاعها كامل بهذا الشكل. وبالنسبة للخبزة هذيك اللي عادي ماهيش محشية بنفس الطريقة حتى هي نغطسها في الماء، بصح هذه المرة راح نغلفها بالفرينة. ونحاول ننقص شوية هذيك الفرينة اللي تكون بزيادة من الفوق هكذا غير بيدي. بعدها نحطهم في بلاطو يكون مفرش بورق الزبدة. بعدها نبدأ نشكل خطوط هكذا من الفوق بواسطة سكين يكون حاد. نحاول نهبط شوي من التحت هكذا باش يجيو الخطوط باينين بهذه الطريقة هكذا حتى نكمل الحبات اللي عندي كامل. بعدها نخليهم يزيدوا يرتاحوا حتى نص ساعة حتى يتضاعف حجمهم مليح. كما تشوفوا لهنا نص
درته محشي ونص خليته على حاله. بعدها ندخلهم للفور على 180 درجة ونطيبهم من التحت ومن الفوق. شوفوا كيفاه تحمروا مليح وجو خفاف ما شاء الله. لهنا راح نقسم لكم حبة باش تشوفوا كيفاه جا الخبز تاعنا من الداخل. شوفوا البنات راهو يجي هش وقطني من الداخل ويجي مقرمش من برا، ريحته وحدها راهي تشهي. شوفوا النتيجة كيفاه جات رائعة. نتمنى فعلا انكم تجربوه. وهذو الخبزات اللي حشيتهم بالشكشوكة، شوفوا كيفاه يجيو من الداخل. وهكذا نكون كملت معكم فيديو اليوم. نتمنى انه ينال اعجابكم، وموعدنا يتجدد في فيديوهات اخرى. في امان الله.